السلام عليكم، مرحبا بكم عندي في قناة يومية ليلى. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا رب. وكنتمنى لكم تكونوا كدوزوا أوقات ممتعة مع العائلة ديالكم والأحباب في هذه الأوقات المباركة. وجبت لكم في هذا الفيديو ميني فطائر كيجيو غزالين وقطنيين وما تشبعوش منهم في المذاق وساهلين في التحضير. بقاو معايا المقادير والطريقه ديال التحضير وفرجه ممتعه. عندي في الحشوه واحد البصله مقطعه رقيقه، فلفله والقرعه والستر. هنا نص الستر ديال الدجاجه اللي بغى يدير الكفته يديرها. درتها مع زويته بلديه وخليتها تشحر. عززت عليها داك الخضر. وفي العطريه كنحتاجو معلقه صغيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال الملحه، نص معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه صغيره ديال الخرقوم ومعلقه صغيره ديال السكينجبير. كنخليهم يتشحروا مع بعضياتهم وكنطفيو العافيه وكندوزو نوجدو العجينه. عندي هنا كاس ديال الحليب دافي وكاس ديال الماء، يكون الكاس كبير ديال كوب، هنا تقريبا كاس ونص ديال العنبه. درت الخميره مع المعلقه كبيره السكر، خليتهم يتفاعلوا. جيت هنا للبول، درت فيه بيض ديال البيضه والصفر غنحتفظوا به باش ندهنوا به العجين. كنزيدوا داك الماء اللي بقى لنا من داك الكاس، وكنزيدوا كاس ديال الحليب، وكنزيدوا نص كاس ديال الزيت والملحه على حسب الذوق. وغادي نبقاو نزيدوا الدقيق بالتدريج. غنقول لكم شحال غادي تهز معايا. هنا زدت الخميره اللي تفاعلات، زدتها حتى هي في الخليط، وواحد الرشيشه ديال الزعتر اختياريه، اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش، كتبقى اختياريه. صافي كنبقى نزيد الدقيق وكنعجن. اللي عنده العجانه يعجن بالعجانه، اللي ما عندوش يدير يعجنها بيده ساهله. كنزيدو هنا زدت 3 اكواب ديال بنفس الكاس كنعبر الدقيق. هذا الرابع كنزيدو بالتدريج حتى هو زدت 4 الكيسان وربع كاس ديال الدقيق. كنبقى ندلكها حتى كتدلك. شوفوا القوام ديالها كي كتولي. كندهنها بالزيت وكنخليها تخمر. من بعد ما خمرات دغيا كتخمر، دابا الجو سخون، غادي ندهن يدي بالزيت ونديرها الكويرات التقده ديال مندرينه هكا. كديروا التقده اللي بغيتو، اللي بغاهم كبار يديرهم كبار، اللي ما بغاهمش كبار يديرهم متوسطين بحالي. انا درتهم متوسطين، خرجوا لي 14 حبه وتبارك الله منين طابوا وتنفخوا كبروا في الفران. كنفضل ديروهم شويه صغيورين. التقده اللي درت انا كنستمر هكا، كنقطع العجينه حتى كنديرها كويرات. عاد نكمل معكم الطريقه. من بعد ما كملتهم بالتكوار، كنمشيو لاول وحده. كنشد الكاس يكون متسطح، كندهنو بشويه ديال الزيت وكنضغط به على العجينه. من بعد كنكمل بيديا، كندير التقده اللي بغيت انا وكنوسعها. صافي غادي نبقى نعمرها بالحشوه اللي وجدت معكم. هنا عندي لاصوص ديال البيتزا. اللي بغى يدير الجاهزه يديرها، اللي ما بغاش يوجدها في البيت. كندير غير معلقه صغيره في كل كره وكندهنها. ومن بعد كنزيد الفرماج موتزاريلا ولا الفرماج اللي عندكم. صافي ومن بعد كنزيد الحشوه اللي وجدت معكم. والحشوه كتبقى اختياريه. اللي بغى يدير في هذه المرحله الطون والفلفله خضراء وحمراء يديرها على شكل حشوه ديال البيتزا. انا اختاريت هاد الحشوه هذه، كتجي غزاله. وزدت هنا لي طرونش ديال المطيشه، وواحد البصيله بقات ليا شاطت لي زدتها ما عندهاش الضير. كنزيد الزيتون الكحل وكندهن داك الجناب اللي بقى، وكندهنهم بالصفار ديال البيضه اللي خلينا من العجين. كنزيد عليه قطرات من الحليب وكنخلطو مزيان وكندهنهم.
وكنرش بالجنجلان الابيض ولا اللي عندكم ولا البافو ولا الجنجلان العادي، وكنسخن الفران يكون سخون، ومن بعد كندخل هاد الفطائر ديالي للفران، وكنقص العافيه متوسطه، وكنخليهم يطيبوا كيتنفخوا على خاطرهم حتى كياخدوا داك اللون الذهبي ديالهم. وغادي نزيد لهم من بعد الفرماج، منين يطيبوا غنزيد لهم الفرماج من فوق، وغادي ندخلهم عاد يذوب داك الفرماج، وها هما واجدين معايا كيجيو غزالين. هانتوما غتشوفوا منين غادي يطيبوا كيجيو. هنا من بعد ما خرجتهم من الفران شوفوا الخفه اللي فيهم، نعيا نوصف لكم الخفه اللي فيهم، تبارك الله قطنيين، واللون ديالهم كيشهي والمنظر ديالهم كيشهي غزال. كنتمنى تجربوهم وتفرحوا بهم عائلتكم وتوجدوهم المائدة الرمضانية، تنوعوا بهم المائدة ديالكم. وشوفوا الخفة اللي فيهم، غنبقى نعاودها ونعاودها. شوفوا القوام ديالهم تبارك الله ما شاء الله، كيجيو عامرين داك الحشوة والعجين ديالهم خفيف خفيف وقطني. وبالصحة والراحة، ونتمنى تجربوهم. خليت لكم الراحة، ونتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله بوصفة جديدة. بسلام عليكم.